مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الجميلة والكبيرة، الخالة أمونة فريا وسكينة، أو ممكن نقول والدة بكيزة هانم الدرامية لشيرين باشا في المسلسل الكوميدي بكيزة وزغلول. أمال سالم الله يرحمها. تاريخ ميلادها 27 أكتوبر 1924. تاريخ وفاتها 12 مايو 2010. توفت عن عمر يناهز 86 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. هي والدة الفنانة الجميلة سوسن بدر، ممثلة مصرية شاركت بالعمل في أدوار صغيرة جدا في عدة أفلام خلال حقبتين السبعينات والثمانينات القرن العشرين. من أهم الأعمال اللي عملتها بكيزة وزغلول، ريا وسكينة، أبناء في العاصفة، صائد الأحلام، بحر الأوهام. عرفها الجمهور من خلال دورها في مسرحية ريا وسكينة، واللي كانت طالعة فيها بدور الخالة أمونة، وكانت أول ضحية يقتلوها في المسرحية. والمسرحية دي اتعرضت عام 1980، وكانت بطولة شادية، سهير البابلي، عبد المنعم مدبولي، وأحمد بدير، وغيرهم كتير. قدمت 92 عمل فني، ومنهم المنزل الخلفي، الرجل والقطار، دقات الساعة، كنوز لا تضيع، أبيض وأسود، أحلام في الظهيرة، الرجاء التزام الهدوء، الغني والفقير، عيون لا ترى في النور، تحية طيبة وبعد، صائد الأحلام، عزباء في المدينة، كل هذا الحب، نعمة هانم، بكيزة وزغلول، عيد ميلاد عبد الجبار، أقوى من القانون، الاختلاط ممنوع، الجوارح، دخان بلا نار، لا أعرف نفسي، الحياة مرة أخرى، الدليل المفقود، الصعود إلى القمة، حكايات هو وهي، رسول الإنسانية، عندما يتوه الطريق، قطار العمر السريع، محمد رسول الله الجزء الخامس، أهلا أهلا بالسكان، بحر الأوهام، محمد رسول الله الجزء الرابع، يا ما أنت كريم يا رب، خدمة ليلية، ريا وسكينة، الشك، الفتوحات الإسلامية، الضمير، أنف وثلاث عيون، طريق الرماد الساخن، مبروك جالك ولد، المعدية، فواكه الشعراء، أبناء في العاصفة، وفاء بلا نهاية، اسألوا الأيام، الغربة، قلوب فقدت الحب، على باب زويلة، النشالة والجاسوس، المفسدون في الأرض، الضاحك الباكي، الجريمة والعقاب، القلب الواحد، أغرب القضايا، الأستاذ أبو المكارم، الجبال العملاق، شقيق، العثور على طفل ضال، أمهات لم يولدوا أبدا، أهو ده اللي مش ممكن أبدا، أوهام الحب، شقة بدون سقف،
لن نبكي من أجلهم، من أجل ولدي، نص شقة، خلعت ثوبي الأسود. الله يرحمها لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها، ولأني قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.